سيارة هونداي آخر موديل 2025. شكرا شاعر الكويت حامد زيد على الحراك الشعر الجميل اللي صار من كل أبناء الوطن العربي الكبير. وصلنا نهاية المطاف يا أبو عبد العزيز. إن شاء الله إنه مو نهاية المطاف، بداية إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. أبو عبد العزيز نبي الحل ونبي تفنيد على الأبيات. طيب أنشدك عن رجل جمع بين ثنتين. ورق الكربون اللي يوضع في عرفت الإجابة. هو ورق الكربون أو ورق النسخ يسمونه أو المكربل، اللي هو الورقة الغامجة لما يحطون فوقها ورقة وتحتها ورقة في كتابة العقود تطلع طبق الأصل. تطلع طبق الأصل. هذا الرجل هو الكربون والثنتين الورقتين. عادل ولا يرضى لحد بالخديعة بين البايع والمشتري، هو ما حطوه الله عشان هذا الموضوع. يا سلام. جمع بين ثنتين، عادل ولا يرضى لحد بالخديعة، ما خالف الملة ولا عارض الدين. هذا مو حرام انه بين ثنتين. ولا تزوجهن زواج الشريعة، هذا بعد مو بزواج. عرفت؟ وحده يطاوعها على الزين والشين اللي فوق، مهما كتبت فيها اللي هي الأصل هو راح ينسخ اللي فيها، راح يطاوعها. كتبت صح، كتبت زور، كتبت الله يكافينا شر الزور، راح يطلع في النسخة اللي تحت هو راح يطاوعها. والثانية غصبا عليها الطيب. اللي يجمعهن يحفظ حقوقهن زين، لأن هي هذه وظيفته، إنه اللي هنا يكون نفسه طبق الأصل اللي هنا، وين راح شلته يحكم بينهم بالقطيعة، وحدة تروح للبايع وحدة تروح للمشتري. يا سلام ما شاء الله تبارك الرحمن. طيب يا ابو عبد العزيز، اول شخص جاوب على هذا اللغز رحبوا معي يا جماعه بهايل العنزي من عرعر. الله يحييك. اقوى تحيه لهايل العنزي. اخونا هايل لما اتصلنا عليه لقانا اجابته ونزلكم الان مقطع. اليوم اتصلنا عليه قال قصه جميله وشلون حل اللغز. احنا ترانا اتصلنا عليه قلنا معك 3 متسابقين، واحد رمى على الميزان والثاني رمى على القاضي وانت رمعت الكربون، بنشوف من الصح، نبغاه يعيش جو الفرحه. والله رد عليه قال انا واثق من اجابتي وجاي نستلم سيارته. تستاهل السياره. هايل اخوي، ابيك تشرح لي. الله يبارك فيك. تستاهل، هذا الوالد يا هايل. نعم يعرف، شفته. مبروك. يبارك فيك. هايل نبيك تشرح لنا اول ما سمعت اللغز وين كنت، عطنا القصه بالكامل. والله انا كنت متهيأ للنوم، يمكن وقت متاخر، لما شفته على طول عرفت الحل، نزلت وسجلت المقطع. ما شاء الله. ايوه لبست ملابسك وسجلت المقطع. نعم ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله. طيب يا هايل، هذا اول شيء سمعنا البيتين، خلي الناس تسمع الاجابه. خلى الشاعر حامد يقولهن برد عليه ان شاء الله. يقول انشدك عن رجل جمع بين ثنتين، عادل ولا يرضى لحد بالخديعة، ما خالف الملة ولا عارض الدين، ولا تزوجهن زواج الشريعة، وحده يطاوعها على الزين والشين، والثانية غصبا عليها تطيعه، اللي يجمعهن يحفظ حقوقهن زين، راح يحكم بينهن. هيا وش قلت يا العنزي؟ وش الجواب اللي قلته واللي من خلاله اخذت بين كل ابناء الوطن العربي موتر هونداي 2025؟ ذكرتنا بايام مرت من سنين، مرت مثل ركض الثواني سريعه. الحل كربون الورق خابره زين، كنا نشوفه النسخ فكره بديعه. يا سلام. هيا حامد، حل صحيح 100%. حل صحيح يا حامد 100%. مبروك. كفاية من تفارقنا وجهك
الابيض بيض الله وجهه بالنصر، هو اللي ما عليك. دعمها اعلاميا وماديا، ما عليك. وكتبها الله لك. الله ان شاء الله يبارك لك فيها يستاهل. ويعطيك خيرها ويكفيك شرها. هذه لا هي غريبه على ابو النصر. اي والله من غريب ولي جديد. وانت رزق ساقه لك الله سبحانه وتعالى. هذا تعرفنا عليك في بيت النشمي. ما عليك اي والله هذه ابرك الساعات. الف مبروك. المؤمنين عند اقوالهم. قلنا اللي بيجاوب على لغز حامد زيت بيستلم مفتاح السيارة في بيتنا ويتعشى معنا ويقابلنا ويحييه ربي تحية المطر. ومرحبا ومسهلا. أنا بسألك سؤال، من متى تتابعنا؟ والله من فترة طويلة، أنا ما أقدر أحدد بالضبط متى، لكن من شفت طيب. وسائل التواصل وأنا متابع. وش أكثر شيء يعجبك عندنا؟ والله كلكم معجبين، ما أقدر أحدد شيء. كل شيء كان. أركب سيارتك الله يحييك.